السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ليالي رمضان، وهي المره موجودين في الدمام. حلقه اليوم راح تكون مليئه في الفعاليات، راح نروح ونلف في بعض اسواق الدمام القديمه ونشوف ايش هي اجواء رمضان في الدمام، ونجرب بعض الاكلات الخفيفه ونختمها بسحور جميل. حلقه جديده من ليالي رمضان في الدمام. بداية حلقة اليوم راح تكون في واحد من المساجد الشهيرة والقديمة في الدمام، مسجد الملك فهد. مكانه في قلب الدمام، راح ندخل ونصلي التراويح وبعدين ننطلق في جولتنا الجميلة جدا اليوم في الدمام. كاسة قصب سكر بعد الصلاة على طول من محل قصب العمدة. هاي الكاسة ب5 ريال، والله زاكي الأمانة. ما لقيت محلات قبل هيك بتعمل قصب سكر زاكي. شغلة حلوة هيك تبرد عليها ونكمل جولتنا. وصلنا لأول مكان معنا في حلقة اليوم، هو سوق الدمام أو كما معروف سوق الحب. من الأماكن اللي دائما في رمضان بيكون فيها فعاليات جميلة، وهي مرة عاملين ليالي سوق الحب الموسم الثالث رمضان على التوالي، والفعاليات هاي تابعة لموسم رمضان. ركن الكبة من الأماكن اللي لها شهرتها في سوق الحب. عنده كبة، عنده سمبوسة، وعنده كمان شاورما. كبة لحم، بسم الله. الكبة جيدة الصراحة ولكنها شوي باردة. نجرب الشاورما. شاورما تقليدية جدا، طعم القديم يعني. الصراحة شاورما جميلة هيك وانت ماشي في السوق، يعني بتكافئ نفسك بعد التسوق. كمل جولتنا. ايس كريم البرنس. بدنا ايس كريم نبرد فيه بعد الشاورما والاشياء اللي جربناها. زاكي الصراحة. جربت عندهم التوت والمانجا، ممتاز. زمن الطيبين عامل جو تراثي وموجود في سوق الحب. نعطيها كاس شاي. رهيب. خلصت جولتنا في سوق الحب، كانت جولة جميلة الصراحة. أول مرة أزور السوق، عجبتني أجواء اللي فيه وخصوصا في رمضان، فاللي بتصحي له فرصة يروح يجرب الفعاليات الرمضانية لا تفوته. حاليا بدنا نروح للسحور. سحورنا اليوم راح يكون سحور فلسطيني من الدمام، فلافل فول والكلام اللي بيحبه قلبك. فموجودين حاليا في المزروعية، وفي المزروعية لهاي الأكلات في عندك خيارين: مطعم القدس أو قلعة عمان. جربت عدة أصناف من القدس في أحد الحلقات، فعشان هيك حلقة اليوم بدنا نغير ونجرب قلعة عمان. سحور خفيف اليوم. طبعا قلعة عمان جربته قبل هيك، ولكن جربت عنده ساندويتش وفلافل فقط، وكان رهيب وبنفس الخبز اللي عندنا هون. فحاليا قلت نيجي نتسحر عنده هيك سحور جميل، ونجرب كمان عنده الأطباق. طلبنا الأساسيات: فول وفلافل. طبعا اللي بيجي لازم نجرب الحمص، ولكن أنا شخصيا عندي حساسية من الحمص، فالجود من الموجود. ندخل في صحن الفول الجميل. يا سلام، فول بسيط جدا، وأهم إشي فيه زيت الزيتون. بسم الله. شوف اللقمة هاي يعني حتذكرها بقوة بكرة وأنا صايم. الموضوع بسيط جدا. الفلافل عندهم زاكي وسخن، والفول كمان عندهم رهيب. والمكان هيك في العموم بدخلك في جو عمان، تحس حالك في وسط البلد. بدك تظبط لقمتك على الآخر، بتزيدها شوي زيت. والتتبيلة اللي تميز الحمص والفول في الأردن وفلسطين. خبزهم ممتاز وبخبزوه عندهم. يا سلام، سحور جميل الصراحة. كانت تجربة سحور جميلة الصراحة. لو بدنا نقارن ما بين القدس وقلعة عمان، قلعة عمان عنده الفول أسكى، ولكن القدس فلافله أسكى. وقلعة عمان كمان ميزه إنه خبزه
فريش. ولكن في المجمل تجربة جميلة. وهيك نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ثاني حلقة من ليالي رمضان. إن شاء الله في وقت نزول الحلقة راح أكون مسافر نصور الحلقة الجاية. توقعوا وين نروح، وتابعونا على انستغرام عشان تشوفوا كواليس الرحلة. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تبعتوا ما تفوتكم الحلقات الجاي. نشوفكم الحلقة الجاي. السلام عليكم.